ليه اختار ساره دون عن كل الاكس واي زد اللي حواليها في نفس الفيلد بشكل خاص وبشكل عام؟ اولا سؤال بقى اليو اس بي ده عشان الناس برضو تبقى عارفاه اليونيك سيلينج بوينت بتاعتك اللي اللي تخليك يميزني تعرف تتميز عن السوق and to stand. أنا دايما اقول لهم ايه to stand out of the crowd، يعني كل الناس بيلعبوا في حته وانت تلعب في حته لوحدك، وندخل في البلو اوشن. في البلو اوشن بالظبط. الاحتكاري اللي انت بتخلقه لنفسك. دي نقطه مهمه قوي. طب يعني ايه انا بخلقه لنفسي؟ انا بخلقه لنفسي بالملعب بتاعي. انا ما اروحش ملاعب الاخرين، انا اسحب الاخرين للملعب بتاعي. ايه الملعب بتاعي ده؟ الملعب بتاعي ده انا اللي عامله. انا بجيب الناس عشان يعيشوا معايا الفاليوز بتاعتي، الحاجات اللي انا شاطره فيها بس هي اللي بتتعمل في ملعبي، مبقاش في اي حاجات انا مش شاطره فيها. يعني معنى كده ان انا لو جات لي فرص انا شايفه ان هي نقاط ضعف عندي ممكن ما اقبلهاش، طبعا ما اقبلهاش. طب ما اقبلهاش ليه؟ ما اقبلهاش لان كل يس انت بتقول قصادها نو. play on your strengths، يعني الحاجات بقى اللي فعلا انت شاطر فيها وفعلا انت بتعملها بحضور عالي وبتركيز عالي وبشطاره كبيره من غير ادنى مجهود، لازم تبقى هي الاولويه. لما يخلصوا بقى كلهم، هم اكيد مش هيخلصوا، انت بقى ممكن نروح بقى لحاجات تانية. اوكي.